شاب عنده 17 سنة بيلاقي نفسه ملك على دولة ضعيفة ومحاصرة بالأعداء من كل ناحية، لكن بخطوة جريئة بيبني جيش جديد من الصفر. بيبدأ معارك ضد الأوزبك والعثمانيين، ويحول عاصمته أصفهان لمدينة بتتسمى وقتها نصف العالم. كان يا مكان، مش شرط تكون حكاية خرافية ومش شرط تكون بعيدة، أوقات الحقيقة بتكون أعمق من الخيال. أنا أحمد خالد وده بودكاست الراوي. في البودكاست ده هنحكي سوا قصص، مش أي كلام، قصص عن ناس غيروا في العالم، عن لحظات غيرت مصير شعوب، أو حتى حكايات بسيطة بس سابت أثر كبير. هنحكي وهنتأمل ونرجع شوية ونتقدم شوية، وكل مرة هنسافر في حكاية جديدة. لو بتحب القصص، لو بتحب تفهم اللي ورا الأحداث، يبقى خليك معايا. أنا الراوي والحكاية لسه ما بدأتش. ياما التاريخ شاف ملوك، بس قليل فيهم اللي قدر يغير شكل بلاده من أولها لآخرها. وحلقة النهاردة من الراوي عن واحد من أخطر وأذكى الملوك في التاريخ، شاه عباس الأول. شاب عنده 17 سنة بيلاقي نفسه ملك على دولة ضعيفة ومحاصرة بالأعداء من كل ناحية، لكن بخطوة جريئة بيبني جيش جديد من الصفر. بيبدأ معارك ضد الأوزبك والعثمانيين، ويحول عاصمته أصفهان لمدينة بتتسمى وقتها نصف العالم. قوة، حروب، فنون، تجارة، وحياة مليانة إنجازات وانتصارات. لكن زي ما دايما بيقول التاريخ، أقوى ملك ممكن ينهزم في الآخر من خوفه وجنونه. عباس اتولد سنة 1571 ميلاديا، ومن صغره اتربى وسط صراعات ومشاكل بين الصفويين والأتراك والعثمانيين وكمان الأوزبك. وهو عنده 17 سنة بس بقى ملك سنة 1588. بلد ضعيفة، جيش مهلهل، وأعداء من كل ناحية. أول ما مسك الحكم عمل حركة جريئة، أعاد بناء الجيش من جديد. جاب مدافع وأسلحة من أوروبا، وغير نظام الجند، وخلى الجيش ولاؤه ليه هو شخصيا، مش لأي قائد تاني. وبالجيش ده قدر يواجه أخطر أعدائه، الأوزبك. الأوزبك كانوا قبائل قوية من آسيا الوسطى، مقاتلين أشداء، وعندهم دولة كبيرة اسمها خانات بخاري. كانوا دايما بيغيروا على أراضي فارس من الشمال الشرقي، ويمثلوا خطر مستمر على الدولة الصفوية. عباس دخل معهم حروب طويلة، وفي الآخر قدر يهزمهم ويأمن حدوده الشمالية. وبعدها دخل صراعات طويلة مع العثمانيين، واسترجع أراضي ضاعت قبل كده. لكن مش بالسيف بس عاش شاه عباس، الراجل كان عنده رؤية يخلد بيها نفسه. قرر ينقل العاصمة من قزوين إلى أصفهان، وهناك بدأ يبني مدينة من العدم. مساجد ضخمة، ميادين واسعة، قصور وأسواق وجسور، لدرجة إن الرحالة الأوروبيين سموها وقتها نصف العالم. شاه عباس كمان شجع التجارة، فتح طرق مع الهند وأوروبا، وخلى الحرير الفارسي يوصل لكل حتة. وفي الفنون راعى الرسامين والخطاطين، وخلى أصفهان تبقى مركز للفن الإسلامي. لكن زي ما دايما التاريخ بيقول، كل قوة ليها جانب مظلم. في آخر عمره عباس بقى شكاك جدا، خاف إن ولاده يطمعوا في الحكم، فحبسهم وقتل بعضهم. القرار ده كان بداية النهاية، لأن بعد موته سنة 1629 ميلاديا الدولة الصفوية ابتدت تضعف. شاه عباس الأول ملك عرف يعني إيه يبني دولة ويكتب اسمه بحروف من ذهب في التاريخ، بس برضو عرفنا إن أقوى ملك ممكن ينهزم في النهاية من خوفه وجنونه. خلصت حلقتنا، ما خلصتش حكايتنا. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشتراك، وما تنساش تبص فوق على اليمين. أنا الراوي والحكاية لسه ما خلصتش.